مساء الخير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على سبب لضعف الانتصاب. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايكات إذا تكرمتوا. دلوقتي العمود الفقري في حاجة اسمها الفقرة الرابعة والخامسة من الفقرات القطنية للعمود الفقري. الفقرة القطنية دي الرابعة والخامسة مسؤولة عن ضعف الانتصاب، مشاكل البروستاتا، العقم، مشاكل مشاكل في الركب، آلام الدورة الشهرية، مشاكل للرحم للمرأة، و حاجة اسمها عرق النسا. اوكي ماشي. طيب ده كل ده مسؤول عنه الفقرة الرابعة والخامسة. اوكي دلوقتي العضلات بتاعت الظهر بيحصل لها حاجة اسمها بيحصل لها حاجة اسمها انخفاض لكفاءتها بعد سن 40 بنسبة 5%. اوكي اما بتنخفض العضلة بترتخي، ما ترتخي الفقرات تقع على بعضيها. اوكي عشان كده الناس لما بتكبر في السن بيحصل لها كسر القامة. اوكي طيب دلوقتي احنا عايزين نصلح مشكلة ضعف الانتصاب ومشكلة المشاكل اللي في البروستاتا والعقم، المشاكل الرجالية والمشاكل الأنثوية عايزين نصلحها. هنعمل ايه في العضلة؟ قالك يا سيدي العضلة علشان تفضل محتفظة بنفسها، الخطوات اللي انا هقولها. اوكي والجسم بيصلح نفسه، يعني الجسم بيعمل اعادة بناء لنفسه من اول وجديد. اوكي اول حاجة اللي بيتلف العضلة هو اللي بيتلف الكولاجين هو السكر. اوكي ارتفاع نسبة السكر في الدم بتتلف العضلة، والكورتيزول بيتلف العضلة عشان بيعمل التهابات. يبقى ارتفاع مستوى السكر وارتفاع الكورتيزول هرمون الغضب والقلق والتوتر بيعملوا التهابات، والالتهابات دي بتعمل تلف للكولاجين. اوكي اول حاجة علشان الجسم الانسان بيبقى عنده صعوبة في الاحتفاظ بالمية ما بيكبر في السن، فنقص المية في العضلة والترطيب يحصل انها ترتخي. فعشان نحتفظ بالمية في العضلة لازم يكون معاها حاجة اسمها أملاح البوتاسيوم وأملاح الصوديوم. يعني هنجيب نص معلقة ملح إنجليزي، وبعدين هنجيب ليمون فيه بوتاسيوم، والملح اللي فيه صوديوم، وشوية مية، ونخلطهم على بعض ونرجهم ونشربهم. يقوم يعمل الاحتفاظ بالمية في العضلة اللي بيحافظ على الكولاجين من التلف. أول حاجة شوربة العظم، نمرة 2 البيض البني، نمرة 3 بذور الشيا وبذور اليقطين والكاجو، ونمرة 4 في الفاكهة البرتقال والفراولة بيعملوا حاجة اسمها منع تلف الكولاجين، فيتامين سي. اوكي والجوافة بقى الجوافة فيها الفاكهة الجوافة اوكي فيها بروتين وفيها كل العناصر الغذائية. عارفة لما تكون كلت جوافية وفيها كل حاجة الجسم عايزها، يعني الجوافة فيها بروتين وفيها الفيتامين سي، اقوى فيتامين سي في الجوافة. اوكي طيب وفي الخضار البروكلي والسبانخ. اوكي دول اللي يحافظوا على العضلة. في بقى حاجات هنعملها احنا علشان نرجع الانتصاب ونحافظ على البروستاتا من اول وجديد. هي حاجة اسمها كمادات سخنة او كمادات ساقعة. يعني كمادات ساقعة؟ كمادات، عارفين الكمادات يعني يعني حاجة بتحطها زي مثلا بتسخن قماشة ولا حاجة فيها مية سخنة او مية ساقعة، فالساقع والسخن يعمل للعضلة اللي هي الرابعة والخامسة، العضلات اللي محوطاها من اليمين والشمال تتحسن. اوكي يبقى احنا هنصلح العضلة اللي هي بتاعت اليمين والشمال بالكلام اللي انا هقوله. اوكي دهن العضلة بحاجة اسمها زيت الحبة السوداء او زيت الكركم. اوكي دي اسمها زيوت مضادة للالتهابات. يبقى هناخد مضادات الالتهابات اللي هي عملتها نتيجة ارتفاع الأنسولين وفي مقاومة للأنسولين والالتهابات التبعيات بتاعتها، وفي نفس الوقت
هرمون الكورتيزول، اوكي، بيعمل التهابات. فدهن المنطقة دي بزيت الحبة السوداء أو زيت الكركم، أقوى زيوت مضادة للالتهابات من الداخل ومن الخارج. يعني الراجل ياخد إيه كركم كل يوم مع فلفل أسود مع إيه علشان مضاد للالتهابات، أوكي. وياخد حبة السوداء، زيت الحبة السوداء على الريق تحت لسانه، ويدهن بيها المنطقة اللي هي فيها العضلة الفقرة الرابعة والخامسة القطنية، أوكي. والحاجات دي المرأة اللي عندها مشاكل ألم في الدورة الشهرية، مشاكل في الرحم والنسا والآلام الركبة، مشاكل في الركبة، أوكي ماشي. أدي كل حاجة عن القصة، وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايكات إذا تكرمتم.